معاك برنامج ليكم لكل أسرة وكل بيت من مصر لآخر الخليج. معاك بيتكم ومكانكم بنتقابل فيه، بسمعكم وبنتحاور سوا بكل حب عن حياتكم وعن علاقاتكم. معاك كل علاقاتك بين ايديك، معاك لحياة سعيدة وعلاقات تليق بيك، معاك علاقاتك بوعي جديد. ساعات بنشوف في الضلمة وساعات بنعمة في عز النور. الفرق بينهم عقل منور وقلب يحس من غير ما يقول. في علاقاتك اتعلم تقدر بعقل منور واعي انك تميز بين الضلمة وبين النور. معاك علاقات وعيال. أهلا وسهلا بيكم في الحلقة الأولى من برنامجكم معاك. سعيدة جدا إني هكون معاكم، وسعيدة أكتر إن الحلقة الأولى من البرنامج في أجمل أيام، وهي أيام عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. الحلقة المرة دي صوتية. موضوع الحلقة بتاعتنا النهاردة في فقرة علاقات واعية، لما يكون العيد وجع ونكد. يمكن كتير مننا يستغرب، هل ممكن يكون العيد وجع ونكد؟ ده العيد يعني دي أيام جميلة بنلبس فيها ونفرح فيها، وبنروح نزور الأهل والأقارب ونفرح باللمة وجو الألفة والود، ونشوف ناس بقالنا كتير ما زرناهمش، نسأل على ناس الحياة خلتنا مشغولين عنهم بشكل أو بآخر، فخدتنا الحياة. فالعيد بيكون فرصة كبيرة إن احنا نسأل ونود بعضنا من تاني. معقول العيد ممكن يكون نكد ووجع عند بعض الناس؟ الحقيقة إن العيد فعلا بيكون وجع ونكد عند بعض الناس، وساعات بيكون دايما العيد مرتبط بذكرى مؤلمة، بغياب حد كان دايما أول حد يقول لنا كل سنة وانتوا طيبين. شخص كان في دنيتك، كان في حياتك، حنيته وطيبة قلبه عليك كانت بتأثرك. جماله وطيبته وشخصيته الحلوة خلت مكانه في قلبك فاضي، متملاش. مهما مر عليك من ناس بعده، إلا إنه مكانه دايما فاضي. مفيش حد قدر خالص ياخد مكانه في قلبك، أو حد كانت ضحكته هي دايما اللي بتخلي كل أيامك عيد. كل صباح الخير منه بيكون يومك فيها عيد. حاجات كتيرة قوي ممكن تخلي العيد عندنا يكون نكد ووجع وذكريات مؤلمة. في كمان ناس بيجي العيد عليها بتكون قلوبهم مش صافية، زوجين زعلانين مع بعض، اخوات مقاطعين بعض، اب بعيد عن اولاده وام بتعيد لوحدها. في بيوت الكل متواجد فيها كده بالشكل، في اب وفي ام وفي اخوات وفي ناس رايحة جاية وفي حياة بالشكل شكلا، لكن في الحقيقة مفيش ترابط، مفيش ألفة، مفيش حب. كل واحد منشغل في حاله، كل واحد مع نفسه، كل واحد مش حاسس بالتاني. ممكن نكون قاعدين في مكان واحد مع بعض، لكن كل حد فينا حاسس بغربة في قلب المكان اللي هو قاعد فيه مع أسرته. في كمان أزواج وزوجات يقولوا إيه؟ طول عمرنا ما بنحسش بالعيد خالص. الزوجة تقول عمري ما حسيت أبدا بالعيد مع زوجي، ولا فرحت حتى بوجوده معانا أو بوجوده في وسطنا. الزوج كذلك يقول الزوجة بيجي العيد بتخلي حياة البيت جحيم حرفيا. في كل عيد في بعض البيوت نلاقي خناقات بتحصل من تحت الأرض، يعني اختراعات من تحت الأرض بتحصل إن نتخانق عليها، غضب لأتفه الأسباب.
ناس اعتقد ان هي بتكون محوشة كل دموع السنة كلها لحد ما العيد يجي او المناسبات الحلوة تيجي عشان يقعدوا يعيطوا كده باستمتاع وبروقان كده، ويكونوا يحولوا ايام الفرحة وايام السعادة دي لنكد وزعل وألم ووجع ليهم ولكل الناس اللي حواليهم. في ايام بتكون ايام جميلة وايام سعيدة، ايام مش بتتكرر كتير خلال العام، ايام يعني بيديها لنا ربنا منحة ان احنا نفرح فيها شوية، نفرح قلبنا شوية، ناخد فيها كده راحة من متاعب الحياة شوية. لكن الناس بتقلب ده لنكد وبتدخل في اكتئاب وحالة من الحزن وحالة من الوجع وحالة من الألم، وبيتمنوا لو ان العيد ده اصلا ما كانش موجود، او ان العيد ده يمر بقى ونخلص والايام التقيلة بتاعته دي تمر بقى علشان نرجع للايام العادية ونخلص الدنيا على كده. طب هل الناس دي او هل الاسر دي، الناس دي يعني حساسين كده بزيادة وهوايتهم مثلا يخترعوا النكد؟ هوايتهم كده انهم مستنيين العيد عشان ينكدوا علينا وينكدوا على الناس اللي عايشة معانا؟ ولا دي مشكلة حقيقية احنا لازم نعرف سببها ايه؟ الحقيقة كل ده بيخلينا نقف مع نفسنا ونسأل نفسنا أسئلة كتيرة قوي. ليه احنا بنحس بكده؟ ايه السبب اللي بيخلينا في كل عيد بنحس بكده بالمشاعر دي؟ ليه مش قادرين نفرح في اوقات ومناسبات المفروض ان الناس او معظم الناس فرحانة فيها، او ان ربنا مديهالنا منحة وراحة كده جميلة نفرح فيها وقلوبنا ترتاح فيها شوية ونبقى سعداء فيها؟ ليه؟ ولو احنا حاسين او عارفين السبب، طب نحمل في السبب ده ايه؟ العيد الحقيقة مش مناسبة وبس، العيد هو مشهد بيكشف لنا حقيقة علاقتنا بنفسنا وعلاقتنا مع الناس من حوالينا. هل أنا متصالح مع نفسي؟ هل أنا متصالح مع الناس؟ هل لازم في حد إن أنا أسامحه؟ هل في حد إن أنا لازم أرفع سماعة التليفون أسأل عنه؟ هل في ناس البعد عنها أحسن خالص وخلينا قافلين الباب ده؟ وهل في ناس لابد إن أنا أفتح الباب معاها من جديد؟ هل قلبي مستعد إنه يفرح ولا لسه شايل خصام ووجع وغياب وألام من ناس تانية؟ العيد حقيقي فرصة حقيقية بتخلينا إن احنا نعيد تفكيرنا في نفسنا مرة تانية، نتأمل نفسنا مرة تانية، نتأمل الدنيا من حوالينا فيها ايه، علاقتنا بنفسنا شكلها ايه، وعلاقتنا بالناس شكلها ايه. محتاجين نتأمل ده كله، محتاجين ان احنا نشوف بعض بطريقة تانية وبشكل تاني، ونشوف ايه النقاط اللي جوانا اللي محتاجة ان هي تتغير للأحسن وتتغير للأفضل. العيد فرصة لكده، لأن العيد فعلا بيكون مراية للي جوانا، مراية للي احنا بنكون حاسين بيه. طيب تعالوا نعرف ايه الأسباب اللي ممكن تخلينا نكون حاسين ان العيد دايما بيمر علينا بنكد وبوجع وبألم وبحزن، ونكون بنتمنى انه ينتهي من الوجود خالص. في أسباب الحقيقة كتيرة قوي، لكن أكثر الأسباب شيوعا أو أكثر الأسباب اللي معظم الأسر ومعظم الحالات بتعاني منها، أول حاجة إن يكون العيد مرتبط عندك بذكريات مؤلمة حزينة بالنسبة لك. إن في عيد ما في سنة ما شخص عندك عزيز عليك توفى. إن في عيد ما في سنة ما كنت في طفولة ما كنت سعيد فيها، كان العيد دايما يمر عليك بالضرب والشتم والذكريات الوحشة من بابا أو من ماما. أو إن يكون حصل طلاق بين الأب أو الأم، أو يكون الأب ساب البيت ومشي ومحدش عرف راح فين وهجر الأسرة هجر كامل وهكذا. ممكن يكون حب قديم كان في حياتك انتهى في نفس الأيام دي. ممكن يكون حزنك شديد ودايم على بعض الأشخاص اللي فرقوك طبعا بالوفاة، بقالك سنين مش قادر تتخطى ده، فده مؤشر بيقولك إنك بحاجة إنك تطلب مساعدة نفسية عشان تتخطى من مشاعر الحزن ومشاعر الفقد اللي مأثرة عليك في حياتك
وهتفضل مؤثرة عليك طول العمر، ويتصاعد الأثر ده جواك كل سنة. انت محتاج تتشافى من الحزن ده، ومن إحساس الفقد، ومن إحساس الحزن العميق على وفاة حد عزيز عليك، أو حب انتهى، أو تفكك حصل في البيت، في الأسرة يعني، أو في بيتك. فالسبب ده لو كان عندك، ده مؤشر إنك أنت عاوز تعيد من جديد النظر في الجروح القديمة اللي جواك، في مشاعر الحزن ومشاعر الوجع اللي جواك، اللي متخزنة، اللي انت لسه بالفعل ما تخططهاش وما قدرتش ان انت تتشافى منها، وكل سنة بتعيد نفسها من جديد. ممكن يكون من ضمن الحاجات والأسباب اللي بتخلينا نحس بالمشاعر دي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ليل ونهار يصور لنا بقى صور، وناس تنزل صور وانا رايح مش عارف اشتري لبس العيد، وانا في خروجة العيد، وانا في الترتيب والتنظيف بتاع البيت قبل العيد، والحاجات اللي اشتريتها في العيد، واللي حصل في العيد. فالسوشيال ميديا متابعتنا ليها بشكل مستمر ممكن يرسم لنا صور عن العيد، ويرسم لنا خيال كده ان لازم يكون العيد بالشكل ده، ولازم يكون عندي وعندي وعندي، ولازم يكون في بيتي كذا وكذا وكذا، ويرسم لنا صورة مثالية جدا وخيالية جدا عن العيد واللي المفروض يكون في كل بيت في العيد. فبتحس من جواك الله، انا مش قادر اعمل ده كله، انا عاجز ان انا اعمل ده كله، يا نهار ابيض انا فين والناس دي فين، يا ده انا متأخر خالص، ده انا مش عارفه اعمل اي حاجة. فتحس طول الوقت ان انت مقصر، تبتدي بقى تدخل في حالة من المقارنة ما بينك وبين غيرك، ما بين وضعك وبين وضع ناس تانية، ما بين حالك وحال ناس تانية، ما بين إمكانياتك اللي انت عايش بيها وإمكانيات ناس تانية انت شايفها قد تكون أجمل وأحلى منك وأحسن منك، وان انت مش قادر تجاري الناس دي أو تكون زيهم، مع ان ده كله ممكن ما يكونش ليه أي أساس من الصحة. قد يكون كل ده بتظبيطات وترتيبات للتصوير بس، تصوير بشاشة الموبايل عشان شغل السوشيال ميديا ينزل حلو وينزل شكله لائق وشكله أنيق وشكله مريح وهكذا. ممكن تكون كل اللي انت شايفه ده مش حقيقة الناس اللي بتصور، ومش حقيقة الناس اللي ورا الكاميرات، مش حقيقة الناس اللي بترفع لك النوع ده من المحتوى، وانت قاعد متصور ان كل شيء بتشوفه هو حقيقة وهو صح. ممكن كمان يكون عندك شيء مهم جدا في حياتك انت مش واخد بالك منه، لكنه بيخليك تعاني بصفة مستمرة، وهو احساس الوحدة. انت وحيد، حاسس طول الوقت ان انت وحيد، حاسس ان مفيش ناس بتحبك بجد، مفيش ناس بيشاركوك حياتك، مفيش ناس يهمهم انت حاضر ولا غايب، جه ولا مجاش، مفتقدينه ولا مش مفتقدينه. انت طول الوقت حاسس ان انت عندك وحدة جامدة، عندك وقت كتير مقضيه في شعور انك وحيد ومالكش حد، وتفضل تفكر بالتالي في كل الذكريات المؤلمة وكل الضغوط اللي مرت بيك وكل مشاعر الوحدة اللي انت حسيتها، لان انت حاسس ان انت فاضي وحياتك فاضية من حواليك، حتى وإن كان فيها ناس كتير قوي بالاسم وبالشكل، لكن مفيش حد منهم قادر يلمس الحب اللي جواك، مش قادر يلمس مشاعرك، مش قادر ان انت تحس فعلا ان انت فارق مع شخص، او ان انت فعلا تفرق في حياة شخص، حتى ولو شخص واحد في حياتك. شعور الوحدة ده بيخلي دايما الانسان عنده فراغ في حياته، فالفراغ ده لو ما اتملاش بالشكل الصح بالشكل الكويس بيتملي بصورة تانية وحشة خالص خالص خالص. برضو من الأسباب الضغوط المالية اللي دايما بترهقنا قبل العيد، من ضغوط ومسؤوليات ومتطلبات لكل بيت. العيد داخل علينا، فإحنا محتاجين كذا، وأولادنا محتاجين كذا، عايزين نجيب في البيت كذا، عايزين نغير ده، عايزين، فده كله بيخلق نوع من الضغط المالي سواء على الأب أو على الأم،
سواء الطرف اللي متحمل أعباء البيت أو العائل للأسرة، مين، سواء أب أو أم أو الاتنين مع بعض. الضغوط المالية دي بتخلينا من كتر الإرهاق نحس بالأيام الجميلة وهي داخلة علينا، والعيد خلاص بدأ إن احنا مش حاسين بيها من كتر التعب والضغط اللي احنا كنا فيه من قبلها. من ضمن برضو الأسباب إحساسك إنك أنت وسط عيلة أو وسط أسرة أنت مفيش حد فيهم بيحبك ومحدش مهتم بيك، ووجودك أنت حاسس بده، وجودك زي عدمه، رأيك ملوش لازمة. آخر واحد ممكن إن هما يقولوله أنت رأيك إيه، أو إيه رأيك في الموضوع ده، أو تعالى شاركنا في الحاجة دي. إحساسك إنك وسط حد مش مهتم بيك، حد مهمشك، حد مديك أقل من قدرك، خاصة في الأوساط اللي بتبقى قريبة مننا، أسرة أو عيلتنا، ده طبعا بيكون ليه تأثير نفسي كبير قوي عليك. ممكن من ضمن برضو الأسباب إنك أنت مش عارف تتواصل مع شريك حياتك بشكل صحيح، وسواء الكلام ده كان لزوج أو لزوجة، انتوا مش قادرين تخلقوا وقت سعيد مع بعض. انت مش قادرة تعرفي ايه لغة السعادة عند الزوج، وانت كمان مش عارف تقدر تستكشف بنفسك ايه لغة السعادة عند الزوجة، او ايه الحاجة اللي انا لو عملتها لشريك حياتي اللي معايا هيحس بالسعادة وانا بالتالي هكون سعيد معاه. ده برضو من ضمن الاسباب اللي طبعا لا يستهان بيها، واسباب كتير طبعا جدا. لكن ايا كان السبب تعالوا نشوف نحاول نخرج من الدايرة دي ازاي. اهم شيء انك تكون واعي، انك تكون واعي جدا انك مش زي غيرك، وحياتك مش زي غيرك، حياتك مختلفة، كل واحد فينا حياته مختلفة عن التاني، وان ممكن يكون عندك حاجات في حياتك تسعدك وتبسطك عن غيرك، بس انت مش حاسسها ومش شايفها لانك اتعودت طول الوقت ما تشوفهاش وما تحسهاش. ولو واحد شاور لك على الحاجات اللي في حياتك حلوة انت بتقلل منها، ايه يعني هي دي حاجة كبيرة، عادي. في حين ان الحاجات اللي ممكن تكون عندك عادية وبسيطة ومش حاسس بقيمتها، لو امتلكها شخص تاني غيرك يقدر يحس بسعادة ما بعدها سعادة. علشان كده حاول تبسط نفسك بأبسط الأشياء اللي عندك، وحاول تسعد غيرك، وتعرف ان عندك اشخاص في حياتك محتاجين يحسوا بالسعادة معاك. لو عندك اولاد، عندك زوج، حضرتك عندك زوجة، نحاول ان اقرب الناس لينا نفرحهم نساعدهم، اب، ام، اخوات، نحاول نفرح بنعم ربنا اللي ربنا اداها في حياتنا واللي ميزنا بيها عن غيرنا، واللي غيرنا كتير قوي يتمناها. كتير يتمنى أولاد، كتير يتمنى يكون في حياته أب، كتير يتمنى أم، كتير منا فقد الأب والأم بيتمنى لو الزمن رجع يوم واحد بس إن يرجع ليه والده أو والدته ويحس بطعم الحياة تاني من جديد. فخليك واعي إن الحياة اللي انت عايشها دلوقتي والناس اللي في حياتك دول نعم كبيرة من عند ربنا، وبعض الدفء اللي انت بتحس بيه في حياتك نعمة كبيرة جدا جدا جدا. حاول تستمتع بيها وتشبع منها قدر الامكان قبل ما كل ده اللي انت عايش فيه النهاردة ده وزعلان منه وحاسس انه يعني ايه يعني اللي انا عايش فيه ده، يعني ده ابسط حاجة، قبل كل ده ما يبقى بكرة في حياتك مجرد ذكريات، وهينضاف لقائمة الذكريات اللي انت قاعد دلوقتي عايش فيها وبتفكر فيها ومش مخليك شايف اليوم اللي انت بتعيشه النهاردة. قبل ما كل لحظة حلوة بتمر من حواليك دلوقتي تتحول لذكرى، قبل ما ناس بتطبطب عليك دلوقتي بكرة ما تلاقيهاش، قبل ما انسان حتى بيبتسم في وشك انت ما تلاقيش الانسان ده اساسا في الحياة. فحاول انك تشوف النهاردة اللي انت عايشه وتبطل تفكير في الماضي بامبارح بالألم باللي حصل باللي راحوا. حاول تشوف النهاردة عشان تقدر تعيشه، عشان تقدر تبص على بكرة.
اختار كمان الاماكن اللي انت تحب تروح ليها وترتاح فيها، والناس اللي تحب انك انت تكون معاهم. يعني ما تجبرش نفسك على اماكن معينة انت مش حابب تروحها. يعني حد يقترح عليك تعالى نخرج نروح مثلا كافيه، مش شرط كافيه، انت ممكن تكون بتحب او بترتاح انك انت تقعد في حديقة، روح حديقة اقعد فيها، روح مكان فيه هوا نضيف فيه مية لو انت بترتاح للاجواء زي كده، روح لمكان هادي رومانسي لو انت بترتاح في ده. فانت ما تجبرش نفسك على اماكن انت مش حابب تروحها، او على اماكن بناء على اقتراحات ناس تانية. وكذلك ما تجبرش نفسك على اشخاص برضو انت مش بترتاح في وجودك معاهم. يعني تعالى نروح نزور مثلا ابن عمك فلان، او تعالى نزور سين من الناس انت مش حاببها، علاقتك بيهم مش حلوه، ما بترتاحش لروحهم، تبقى موجود مخنوق في التواجد ده. خلاص ما تروحش التواجد ده، لكن اختار لنفسك وبنفسك اماكن بترتاح فيها واشخاص بتكون مرتاح في وجودهم معاك. حاول كمان انك تقلل السوشيال ميديا في الفترة بتاعة الأعياد والمناسبات. افصل شوية عن السوشيال ميديا، قابل الناس، تكلم مع الناس وتفاعل بشكل حقيقي مع الناس، مش من ورا شاشة قاعد بتصفح فيها ومن فيديو لستوري لفيديو مش لا. نحاول ان نفصل شوية ونتفاعل ونتعامل مع الناس بشكل حقيقي. تعمل كمان ايه؟ ممكن تعمل اي روتين بتحبه، حتى لو كان الروتين ده بسيط جدا. اخرج، امشي شوية، اتفرج على فيلم انت بتحبه بقالك فترة كبيرة ما شفتوش، او فيلم سمعت انه نزل فاتفرج عليه، اكتب، العب اي لعبة بتحب تلعبها، صلي. وده طبعا اساس حياتنا، مش اختيار طبعا، ومش نشاط، ومش روتين، هو طبعا فرض واساس في حياتنا الصلاة. صلي، قول مثلا اذكار او ادعية بتريح قلبك، صلي بالليل، نيجي ربنا، تقرب من الله عز وجل، ادعي، افتح قلبك، اقعد فترات من التأمل، بس التأمل الإيجابي، مش التأمل اللي هقعد استرجع فيه الذكريات المرة كلها، لا، اقعد اتأمل في حياتي، احط خطط لحاجات جاية، افكر في افكار جديدة. دي كلها حاجات مش هتاخد مني وقت كبير، لكن هحس بعدها براحة نفسية. اسأل عن حد بقالك فترة مش سألت عليه بالتليفون حتى، وكلمه، قوله وحشتني، اخبارك ايه. حاول انك تخلق لنفسك شيء وتفكر مع نفسك في شيء انت عارف انه الشيء ده بيريحك وبتحبه فعلا من جواك. طب انا عملت كل ده وبرضو بيجي كل عيد وانا برضو في نكد وبرضو في زعل وبرضو في وجع، وفشلت اعمل ده كله. لو فشلت بعد كل المحاولات دي كلها انك تخرج من الحالة دي، ما تقلقش. لو عملت كل ده برضو ما تقلقش واطمن. مش حاسس بالعيد والفرحة؟ اطمن برضو. ليه؟ لان احيانا الوجع والحزن اللي جوانا بياخد وقت علشان نقدر ان احنا نتعافى منه، حسب نوع الحزن اللي جوايا وحسب شدته. يعني ممكن انت تكون بتسمع دلوقتي الفيديو بتاعي وانت لسه في حياتك حد مفتقده بالوفاة لسه من كام يوم، صعب جدا ان انت تطبق الخطوات دي وتفرح وتزقطط وتعيش العيد لانه لسه مثلا الحدث حاصل حاليا، حاصل حديثا، فصعب ان انت تقدر تطبق الخطوات دي. لكن غيرك ممكن يكون في الحالة دي سنة و2 و3، مر عليه سنين في الحالة دي، الوقت بيفوت بس هو واقف في النقطة دي مش قادر يعديها. ممكن من الخطوات دي تعمل خطوة 2 تقدر يساعدوك. مش لازم كل الخطوات، لكن ننتقي منها اللي يقدر يحسن حالتنا النفسية شوية بشوية، ويقدر يخرجنا من الدايرة الحالة اللي احنا فيها كل سنة. فما تقلقش، كل واحد وحزنه وشدته
والحدث المؤلم في حياته حاصل له امتى، مؤثر عليه بقاله قد ايه، ومن وقت قد ايه، وجرب يخرج من كل ده قبل كده ولا ما جربش خالص. كل ده بيخلي حد فينا حد التاني فينا انه يقدر بسرعة يتخطى ويتجاوز ويغير حياته ويغير موده ويعيش عيد من شكل جديد ونوع جديد. وحد لسه الألم شديد عليه ولسه حديث في حياته، فهياخد منه وقت أطول. الفايدة هنا انك انت تكون على قدر واعي جدا لنفسك وعلاقتك بيها وعلاقتك مع الناس. ما تخليش احداث الحزن والألم والوجع تعدي على روحك وعلى نفسيتك مر الكرام، او تحطي نفسك في دايرة عادي بقى. انا كل عيد متعود على كده، كل عيد متعود ان انا بقعد احزن واعيط وافتكر الحاجات كلها المرة اللي في حياتي وبعتزل الناس وبكتئب وما بخرجش وما بفرحش. لا، ما تستسلمش للحالة دي، خاصة لو الحالة دي مر عليها وقت بما فيه الكفاية، وقت طويل وانت لسه ملازم فيها الموضوع ده. وفي نفس الوقت انك انت تراقب نفسك بوعي وادراك. اما تلاقي نفسك في حالة معينة استمرت في حياتك فترة كبيرة واخدت اكتر من وقتها، لازم تحاول تفكر انك تجد حلول للحالة دي عشان تخرج منها، وتحط خطوط على الالام والاوجاع اللي جواك، اللي لسه ما اتداوتش ولسه عايشة جواك صاحية بس انت فاكر ان هي ماتت. الالام والاوجاع دي اللي عايزة تتداوى، وعلى الاوضاع اللي في حياتك اللي عايزة تتغير، وعلى العلاقات اللي محتاج ينظر فيها من أول وجديد، أو العلاقات في حياتك اللي محتاجة ترميم. كل ده العيد بيكون فرصة إنه ينور لنا على النقط دي جوانا وعلى نفسيتنا وعلى علاقتنا بنفسنا وبالناس، وقبل ده كله علاقتنا بالله عز وجل. أتمنى انك انت تكون واعي لنفسك، واعي لعلاقتك بنفسك وبالناس. اتمنى يمر عليك العيد بشكل جديد وبروح جديدة وفرحة جديدة، ويا رب يمر علينا العيد وكل الايام بكل فرحة وسعادة وحب، من غير حزن ولا نكد ولا وجع ولا ألام. بحبكم جدا، وأشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم معاك. كنت معاكم دكتور مروة عماد، وأتمنى تشاركوني في التعليقات مين فيكم اللي بيمر عليه العيد كل سنة في الحالة دي، ومين فيكم اللي مر عليه في حياته العيد بالشكل ده، وإزاي قدرتوا تتجاوزوا الحالة دي، ومين منكم ما قدرش يتجاوزها. مستنية تعليقاتكم ومستنية ان انا اشوف ارائكم في الموضوع. لكم مني كل الحب، أرق أمنياتي وأطيب تحياتي.